السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وبمناسبة عيد الأم. بصراحة الشهر ده كله أعياد، عيد الأم ورمضان والعيد، كلها أعياد علينا. كل سنة وانتم طيبين، وكل أم في مصر وخارج مصر والوطن العربي كله كل سنة وانت طيبة، وبأولادك فرحانة بأولادك، ومتهنية في بيتك، وسعيدة وفرحانة. وكل سنة وانت كل سنة وانتم طيبين. وانا بصراحة عايزة اقول لكم بقى ان انا ام زيكم، وولادي عيدوا عليا وجابوا لي هدايا حلوة، حبيت اوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده، انا عندي بناتي جابوا لي طقم الطاسات اللي انتوا شايفينه ده، 3 طاسات كده. جايبين واحدة جابت لي ال3 طاسات دول، وفي واحدة بقى قالت لي يا ماما طالما انتي بقيتي يوتيوبر كده وعندك قناة على اليوتيوب، وان شاء الله ربنا يفتحها عليكي، فجابت لي طقم الطاسات ده، حاجات لوازم المطبخ. وعندي بقى، انا كنت الاول بصور بالتليفون زي ما انا بصور بيه الوقت كده، وكنت بتلبخ ومش عارفه اعمل الاكل وانا في ايدي التليفون. واحده راحت جايبالي الحامل اللي انتوا شايفينه ده برضو. ولادي ما شاء الله عليهم وقالوا لي يا ماما ربنا يرزقك من اليوتيوب ويفتحها عليكي، طالما انت يعني حابة اليوتيوب وبتعملي يعني محتوى طبخ وكده. فجابوا لي الحامل ده علشان اصور بيه. ويعني بصراحة انا شايفيني يعني داخلة في الموضوع بجد وبجتهد، ويا رب كده يدينا على قد اجتهادي وتعبي. وكل سنة وانتم طيبين كل العاملين على اليوتيوب، وانا بحبكم والله وبشكركم. ويا رب كده يعني يكون فتحة خير عليا، ويكون وشكم حلو عليا، وكل سنة وكل أم طيبة. وأنا حبيت بس إيه أشارككم الهدايا اللي جاتلي من ولادي دول. أنا عندي بنتين ما شاء الله عليهم، و... ويا ريت كده يعني إيه كل أم كده تفرح بولادها وتشوفهم في أحسن حال. وربنا يخلي لكم أولادكم ويخلوا لي أولادي، وكل سنة وانتم طيبين وما نحرمش منكم حبايب قلبي. وأنا بهدل كل أم وكل أسرة في مصر وخارج مصر، أقول لهم كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.